بص يا باشا، انا بقول لك قبل الماتش بكام ساعه اهو عشان تبقى عارف. تركي الشيخ، بجد لو كان لك يد النهارده في اي حاجه هتحصل في الماتش ده، صدقني قسما بالله جمهور الزمالك ما هيرحمك ولا هيرحم السعوديه ولا هيرحم ولي العهد بتاعك. ولا انا عن نفسي مش هرحم واحد سعودي في مصر. وربي يا تركي الشيخ، لو اتدخلت في ماتش زي ده اللي هو يعتبر ماتش مصيري بالنسبه لنا، نرد الاعتبار لجمهور البهايم اللي هو ماسك لي في ماتش من 5 سنين ويقول لك القضيه ممكن ومش ممكن. ده ماتش رد الاعتبار. تركي الشيخ، لو اتدخلت من قريب او من بعيد في الماتش ده، والله العظيم ثلاثة ما هنرحم اي حد من السعودية. والله ما هنرحم اي من السعودية، اي حد من السعودية. انا عن نفسي لو اعرف واعرف سعوديين ياما، قسما بالله بعملهم اسبل معاملة. تمام. ده بالنسبة لخص الجزء بتاع تركي الشيخ. لعيبة الزمالك، انتوا النهارده الماتش الساعة 9 هيخلص 11. انتوا من بعد 11 قدامكم حل من الاتنين: يا اما هتكونوا ضميتوا جيل جديد صغير للزمالك يشجع الزمالك ويعرف قيمة الزمالك كويس، يا اما هتخلوا الناس القديمة اللي بتشجع الزمالك ادانا منهم صدقوني هيعزف عن الكورة، عشان كفاية حرقة اعصاب وحرقة دم. واحنا ما بناخدوش حاجة، احنا كل اللي بنعمله اللي احنا بنشجعوه جوه قلبنا على النادي وقلبنا على اللعيبة، مش اكتر من كده. اي لاعب مش هيدي 101% من طاقته النهارده، عليا الحرام من ديني ما هيترحم. حته ان احنا سنظل اوفياء واحنا ورا الفريق واحنا مش هنسيب الفريق، ده الكلام ده انتهى. احنا دلوقتي اللعيب اللي مش هينزل يموت في الملعب. انت قال لي لعيب فيكم يا ولاد الشرموطه بياخد 15 مليون جنيه، الناس ربنا اللي اعلم بيها. مش عايز اقول لك الطماطم والبطاطس اللي هو اكل الغلابه بكام. انت بتاخد 15 مليون جنيه في السنه يا ابن العرس. لو مش هتنزل تموت النهارده تخليك في بيتكم عشان ورب المعبود. انا عن نفسي، انا هتكلم عن نفسي، مش هتكلم على اصحاب السوشيال ميديا ولا الصحفيين ولا اصحابي اللي في النادي، لا انا عن نفسي والله لا هروح لكم كل لعيبه الزمالك اللي ساكنه في اسكندريه، هروح لكم قدام البيت واحد واحد. اللي مش هينزل يموت النهارده عليا الحرام من ديني، لا هتبقى نهايته اتكتبت النهارده. النهارده مفيش هزار، يا المكسب يا الموت، مفيش حل تاني.